هقولك النهاردة على حقيقة لو انت استوعبتها صح هترتاح من نص الهموم والضغط العصبي اللي دايما شايله فوق كتافك. احنا هنا عايشين في ماتريكس كبير، والخدعة الكبرى اللي احنا كلنا بنقع فيها هي كلمة ملكي. عربيتي بقى، فلوسي، بيتي، حتى ولادي. الحقيقة الصادمة هنا في الطاقة ان انت لا تملك اي شيء. انت مجرد مؤتمن على الاشياء دي والفترة مؤقتة. هديكم مثال عشان تفهموني اكتر. تخيل ان انت دلوقتي داخل فندق 7 نجوم وحجزت الجناح الملكي في الفندق ده. الجناح ده هيكون فيه ايه؟ فيه افخم الاساس واحدث الاجهزه واجمل اطلاله ممكن تشوفها. طول ما انت نازل في الفندق ده انت بتستخدم كل حاجه، بتنام على السرير، بتفتح التلاجة، بتستمتع بكل شبر في الجناح بتاعك. لكن هل ينفع ان انت تقول ان الجناح ده ملكك؟ طبعا لا. هل ينفع وانت خارج ان انت تاخد السرير معاك؟ اكيد لا. الدنيا بالظبط عاملة زي الفندق ده. انت هنا نزيل، والفلوس والعربية والمنصب هم خدمات الفندق. الخدمات دي ربنا سخرهم لينا عشان نستمتع بيهم، عشان ننفذ بيهم مهمتنا في الأرض، مش عشان نتصارع عليهم كأن هم ملكنا للأبد. طب ايه اللي بيحصل في السيستم الطاقي بتاعك لما انت بتفكر ان انت مالك للأشياء دي؟ بمجرد ما عقلك يصدق ان الشيء ده ملكك بتبدأ فورا طاقة الخوف من الفقد. الطاقة دي بتفضل تشتغل جواك، فانت تبقى خايف على الفلوس لا تخلص، خايف على المنصب لا يروح، خايف على العربية لا تتخبط. طب الخوف ده بيعمل لك ايه؟ الخوف ده بيعمل لك انقباض في مسارات الرزق بتاعتك، وبيخليك دايما في حالة دفاع مستمرة. انت هنا بتفقد متعة الاستمتاع بالحاجة نفسها. الانسان اللي فاهم شفرة الامانة بيتعامل من منطلق المدير. انت مدير على الثروة اللي معاك مش صاحبها. المدير الشاطر بيعرف ان الفلوس هي طاقة سائلة. يعني ايه؟ يعني لازم تتحرك وتروح وتيجي، فبيتعامل معاها بمرونة وبدون تعلق مرضي. عشان تفهم اكتر انا عايزة اسألك سؤال. تفتكر ايه هو الفرق بين الموظف وبين صاحب الشركة؟ الموظف بيبقى شايل هم الشركة ومستني المرتب وهو خايف دايما ان هو يترفد. لكن صاحب الشركة الحقيقي بمنطق الوعي بيبقى عارف ان الشركة دي مجرد أداة هو بيحركها. لما انت بتتعامل مع حياتك ان هي أمانة بين ايدك انت بتتحرر من ضغط النتيجة. يعني بتعمل اللي عليك بمنتهى القوة وانت مطمن، لان انت هنا عارف ان المالك الاصلي هو اللي بيمدك بالموارد طول ما انت بتديرها صح. واكبر دليل ان احنا مش مالكين لحاجة هو جسدنا نفسه. انت ما بتتحكمش في دقات قلبك ولا في حركة امعائك ولا في نمو شعرك. كل ده عندك شغال بسيستم الهي عظيم. لو انت مش مالك لجسمك اللي هو اقرب حاجة ليك، ازاي دايما بتسعى وبتجري ان انت تملك الاشياء الخارجية؟ لما تفهم ويبقى عندك يقين ان انت مجرد قناة بيمر من خلالها الرزق مش مخزن بيتحبس فيه الرزق، هتلاقي الوفرة بدأت ان هي تتدفق في حياتك بشكل مذهل. بطل تقول حاجتي وقول الامانة اللي تحت ايدي. الكلمة دي لوحدها بتهدي الإيجو عندك، وكمان بتأثر على جهازك العصبي، بتخليك تستقبل أكتر، لأن المالك الكريم بيدي أكتر للمؤتمن اللي بيعرف إن هو يدير النعمة اللي اداهاله، يديرها بقلب راضي وهو مستغني. وهنا في نصيحة مهمة قوي ليك وركز فيها قوي. فك ايدك شوية، بطل تمسك في الاشياء بقوة، لان انت كل ما بتمسك فيها بتخنق الطاقة بتاعتها. اتعامل بحب مش بتعلق، استمتع بكل نعمة معاك كأنها ضيفة عندك، والضيف دايما احنا بنكرمه بس ما بنحبسهوش. لو انت قدرت تستوعب النصيحة دي اكتب لي في الكومنت تم وهنفذ. ومتاح التواصل عبر الواتساب لجلسات فك التعلق وإعادة ضبط البوصلة والاستحقاق. تقدر ان انت تتواصل معايا عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو.